بيكم في بودكاست Behind the Business. أنا منة الله، وهنا بنحكي قصص الشركات الكبيرة مش بنحب نعرفها. قصص عن أفكار سبقت وقتها ونمو سريع وقرارات مصيرية، وساعات عن شركات لسه مكملة لكن علمتنا دروس مهمة. والحلقة دي عن شركة بدأت بحلم بسيط وقدرت تغير نظرتنا كلها لمجال حساس جدا، الصحة النفسية. تخيل إنك تبقى محتاج تتكلم مع دكتور نفسي بس خايف الناس تشوفك، أو مش لاقي حد قريب منك، أو حتى مش قادر تتحرك من مكانك. في 2014 أو حتى 2015 كانت دي حالات ناس كتير. وقتها كانت فكرة العلاج النفسي أونلاين غريبة جدا ويمكن مستفزة للبعض، وهنا بدأت حكاية شازلونج. محمد علاء الدين مؤسس شازلونج حلم بفكرة جريئة، إن العلاج النفسي يكون سهل ومتاح، مش بيفرض على الناس حرج أو حواجز. بس أول تحدي كان من جوه المجال نفسه. الدكاترة الكبار ما كانوش مقتنعين إن العلاج عن بعد ممكن ينجح، فكانت خطوته ذكية. ما بدأش بالنجوم، بدأ بالناس الشغوفة فعلا، حتى لو كانوا في بداية الطريق، ودربهم وبنى معاهم نظام من الصفر. بعض المصادر زي وماندا وتسربت أفريكا بيقولوا إن التأسيس الرسمي كان في 2014، لكن محمد علاء نفسه قال في لقاء مع بيزنس بالعربي إن البداية الحقيقية كانت في 2015. الفكرة بدأت في مصر لكن ما وقفتش هناك. شازلونج ما كانش مجرد موقع، كبرت عشان تبقى منصة عالمية. أكتر من 100,000 مستخدم من 85 دولة، وأكتر من 500 طبيب ومستشار نفسي من 25 دولة، وتوسعت لجنوب أفريقيا تحت اسم أبرايت. كان واضح إنهم سبقوا الزمن في وقت ما كانش فيه بدائل حقيقية أونلاين. وفي 2020 جمعت شازلونج جولة تمويل كبيرة من AAIC سنغافورة، MK كابيتال مصر، وهمانجل مصر. الهدف مش بس التوسع لكن كمان تقديم خدمات للشركات، بناء حلول للعلاج النفسي داخل مؤسسات B2B. المنصة قدمت خدمات متنوعة زي جلسات علاج نفسي بالفيديو، تقييم نفسي مجاني كبداية، ومحتوى علاج داعم زي CBT لعلاج القلق والتوتر. وفي وقت الكورونا الطلب زاد جدا، وكانت المنصة ملاذ حي للناس. زي أي شركة بتغير الواقع، الطريق مفهوش سهولة. أول تحدي كان رفض السوق للفكرة، تاني تحدي كان إقناع الدكاترة والعملاء، تالت تحدي الاستمرارية وضمان الجودة. لكن المميز شازلونج هو التصميم على الاستمرار. حتى وسط كل ده، شازلونج لسه مكملة في السوق وبتحتفل حاليا بمرور 10 سنين على انطلاقاتها، واللي بدأ كحلم ضد التيار وبقى منصة مؤثرة جدا. القصة دي بتعلمنا 3 حاجات. أول واحدة، مش دايما السوق بيكون جاهز لفكرة جديدة. تاني حاجة، التغيير مش بيحصل مرة واحدة لكن بيبدأ بخطوة. تالت واحدة والأهم، ابدأ مع المؤمن بيك مش اللي بيشك فيك. تنويه: كل المعلومات في هذه الحالة مبنية على مصادر علنية وتحليل شخصي، ولا تمثل اتهاما مباشرا لأي جهة أو فرد. أنا منة الله، وده كان بودكاست Behind the Business. لو عجبتك القصة شاركها وابعتلي رأيك أو تجربتك.